ما كانتش بالنسبه لي ازمه، لان الموضوع تم الانتقال سريعا. في ناس اذاعه محترمه زي 90 كلمتني واتفقنا وترتبنا كل حاجه وخلاص. وانا بالنسبه لي ما بعتبرهاش ازمه، بعتبرها يعني عارفه تجديد، مرحله انتقاليه جديده، هغير من حاجه لحاجه وخلاص. الحمد لله. بينا قضايا يا فندم. المحاكم بقى، بينا محاكم واولاد وحاجات كده يعني. فهي دي ما والله ما اعرفش، انا مش بتابع. في محامي هو اللي مسؤول عن كل حاجه يعني. انا ما كنتش اتمنى ان احنا ننتهي هذه النهايه الحقيقه، بس انا بحبهم وبحترمهم، وانا بتكرم النهارده على القهوه مش عن كلام معلمين. ستيل بقول ان هم ليهم فضل عليا، وانا بجهز حصاله كده عشان الفلوس اللي هتطلب مني تعويضات بقى. كل يوم بحط جنيه الصبح كده يعني، عارفه كل حاجه عشان نجهز لهم الفلوس اللي هم عايزينها. انا بصي، انا شغلي سواء في نجوم اف ام او في 90 هو الجمهور، مفيش حاجه تانية. انا ما يهمنيش اي حاجه تانية، يهمني الناس اللي بتحبني اللي بتسمعني. فالناس دي جت معايا كده هيلا بيلا، رحنا 90 فانا ما خسرتش حاجه. انا بالنسبه لي تمام، بالعكس انا كسبت حاجات تانية اهم الحمد لله. انا بقى لي مده حاسس، مش هكدب عليكي، بملل. ساعات بتحس ان انت عملتي كل حاجه فمش لاقيه جديد. فكان فكره التجديد التام دي عمري ما عارفه، كل شويه اقول عايز اعملها بس خايف قلقان ان انا بعد 8 سنين وعلى القهوه الخطوه دي هتحصل ازاي. فما عارفه ايه، ربنا شالني كده حطني كده بس. فبحس انها خطوه حصلت كده من فوق مش من عندي. اقول لك انا لو رجعت بالزمن لورا مش هعمله، مش عشان انتقال او مش انتقال، لا انا بالعكس انا سعيد بالتجربه اللي انا فيها حاليا، بس عشان كميه المشاكل المبالغ فيها اللي حصلت الغير مبرره ما كانش ليها لازمه. ومحاكم ونبتدي بقى ندخل في قضايا وكلام لا عمري دخلت محاكم ولا بحب، بس خلاص مفيش مشكله يعني. بس انا مش ندمان على حاجه، لان اللي ربنا بيعمله دايما خير. انا متاكد ان كل حاجه حصلت خير، بدليل ان انا موجود النهارده بتكرم، بدليل ان الناس اختارتني في الاستفتاء علشان الناس كانت واقفه وبتسبورت يونس، وكانوا شايفين ان ده دعم نفسي ليونس ان هم اختاروني. يمكن لو ما كانش حصل ده ما كنتش هبقى واقف معاكي الوقفه دي.